أنا يوم 21 تقريبا أصبت بدانة زي الساعة 6 مساء كده، ولم أتلقى العلاج إلا بعد يوم 28 و 29 قريبا 10 يوم. والآن هسه مواصل العلاج هنا والحمد لله، ولكن لا زال الآلام موجود والوجع شديد جدا جدا. وهسه جينا الخيار ودارين مزيد من العلاج إن شاء الله يصير ولا في بتاع، لكن في تورم ووجع الليل ده ممنوع نهاية. بس في حاجة كده عامل زي الشورت بتاع الكهرباء بعمل ده بس كمشة كده بكمشني بتاع، يعني لحد قال نوم كده بس بجي بمسكنا كده نصحى بكون عامل رجفة كده، كمان بحدة كمان تاني بعد فترة بعد ساعة ساعتين كمان تاني بعمل كده روتيني هسه البرنامج ده، فما أعرف يعني. فحكيته للطبيب ولحد هسه أنا قاعد نستعمل حبوب بس يعني محتاج لحقن ولعلاجات كثيرة عشان الواحد يتعافى بسرعة. وفي نفس الوقت واحد فاقد طبعا فقد كبير جدا جدا، لأنه طيلة الفترة اللي فات كان ما في أكل وما في تغذية وما في أي حاجة، لكن الآن حصل شوية في بعض الأشياء، فدارين يعني إن شاء الله نواصل العلاج وربنا يتم العافية بإذن الله تبارك وتعالى. معاكم سناء سليمان منصور، بتكلم من داخل المستشفى السعودي. بتكلم بلسان المريضين الحاصل فيه مدانات والروايش وكده، فما يتلقوا العلاج قبل كده لأنه كان مستشفى فيه صعوبة في العلاج وما في ذاته يعني دعم إنه الزول يقدر يتعالج. لكن هسه الحمد لله وصلنا على علاجات ووصلنا على الأطباء ذاته إنهم بيقوا يعالجوا كده الحمد لله. فحتى كان في صعوبة في التغذية برضه هسه الحمد لله اتحلت والحمد لله ماشيين كويس وربنا يسهل علينا أكتر. فبنحتاج برضه لدعم زيادة، ففي كمية من المرضى وكده، فإن شاء الله بيسهل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. الرحمة والمغفرة والخلود لشهداء الثورة وشهداء الحرب المدنيين والعسكريين، وعاجل شفاء الجرحى والمصابين، والعودة الظافر والمفقودين، وربنا يفك أسر المأسورين وينصرنا على الظالمين. وندعو الله أن توقف هذه الحرب ويعود السودانيين والسودانيات إلى بلدهم آمنين مطمئنين غير مظلومين ولا مقهورين. نحن الآن في المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بعد تحريرها. حضرنا المدينة منذ يومين، وكانت زيارتنا الأولى في المستشفى السعودي، ووجدنا المستشفى السعودي على عكس ما يراج له في الوسائط الإعلامية. ليس هناك أي قتل جماعي، ليس هناك أي تصفية لمرضى في المستشفى السعودي. كل ما كان يشاع عن تصفية 460 مريض في المستشفى السعودي عار تماما من الصحة. المستشفى السعودي بدأ العمل وعاد مرة أخرى بفضل الكوادر الطبية والصحية، ومن هنا نسجل شكر كبير جدا للكوادر الطبية والصحية التي جاءت سواء كان من مدينة نيالا أو سواء التي جاءت من أطراف مدينة الفاشر أو خارج الفاشر إليها بعد تحريرها، وبدأت العمل، بدأت بإجراء بعض العمليات الطبية الصغيرة نظرا حتى الآن لانعدام الأخصائية الجراحة، ولكن لمتابعة الجروح ومتابعة المرضى في حالات الباطنية والأطفال. الوضع الطبي كان منعدم تماما. الآن هناك بداية طريق الناس تهتدي به وتبدأ به الخدمات الطبية والصحية. أيضا هناك خدمات طبية والصحية قدمت لبعض النازحين الموجودين في القليل من مراكز الإيواء داخل المدينة، زي حوالي 6 أو 7 مراكز بتاعت إيواء. بدينا العمل بإمداد طبي من مدينة نيالا، كوادر من مدينة نيالا. هناك مهددات لا زالت داخل المدينة، زرع الألغام بصورة كبيرة جدا جدا في الشوارع. هناك شوارع محددة الآن يتم يعني السير بها، وتتعامل الفرق الهندسية مع الألغام
للأسف حتى القوات زرعت ديناميت في مناطق كثيرة، من أهمها المستشفى السلاح الطبي. للأسف مستشفى السلاح الطبي الآن يعني ملغم أو مزروع به الديناميت في كل مستشفى، وتم تدميره تماما. هناك شبكة كبيرة من الديناميت موجودة، فكل هذه يعني مخلفات الحرب والألغام يتم إزالتها حتى بعد كده يسمح للمواطنين بالعودة، أو حتى المواطنين الموجودين في مراكز العزل بالعودة إلى منازلهم. دي الحالة الطبية أو الصحية الموجودة والحالة عامة.